مساء الفل يا جماعة. مساء الجمال والحلاوة والجمال والانبساط والفرحة والجنون والسعادة وكل حاجة بقى. كل حاجة بقى. ما عنديش تعقيبات. ما عنديش حاجة تخليني النهاردة متضايق. ما عنديش حاجة تخليني مش مبسوط. ما عنديش حاجة تخليني انتقد حد من اللعيبة خالص. انا ماليش دعوه بقى بمجلس الاداره، وماليش دعوه بيوسف كورس اللي بيدربنا دوت وانا مبسوط. انا مبسوط، وجايين يعني نتبسط مع بعض ونفرح مع بعض ونشوف اللي حصل امبارح ده ايه، وانتوا مين واحنا مين ومين الناس دي، مين اللعيبه دي، مين الرجاله دي، فين الناس دي، فين من بدري، كان فين هواك يا حبيبي من بدري، كان فين؟ ومحدش فاهم حاجة. بس اللي انا متأكد منه في بداية موضوعنا كده دلوقتي، اللي انا متأكد منه 2 مليون في المية، ان التشكيل بتاع امبارح وطريقة اللعب بتاعت امبارح مستر يس اوف كورس ملوش دعوة بيها نهائي. يعني ايه؟ طيب، يعني ده تدخل في شغل المدرب؟ تدخل في شغل المدرب، تدخل يا اخي. انا اكاد اجزم، او انا مش عارف يعني ايه اكاد اجزم، بس انا بسمعهم على طول بيقولوا كده في المواقف المهمه. اكاد اجزم ان ده تدخل من كابتن سيد عبد الحفيظ، هو اللي ادى تعليمات مثلا بين وليد صلاح الدين، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن عادل مصطفى، هم اللي يحطوا التشكيل ده، والراجل يقف على الخط يسقف ويبوس دماغ حسين وهو خارج ويعمل نفسه قال يعني بيوجه وبتاع والحاجات دي. اصل كانت فين الحاجات دي؟ كانت فين الحاجات دي؟ انت على طول قاعد مساهم، عمال تمشي ايدك على مؤاخذة قريتك فين؟ كان فين الكلام ده من بدري؟ ما اعتقدش. هو انا بصراحة من حلاوة الموضوع ومن حلاوة الماتش مش عارف اتكلم على مين ولا مين. يعني انا مش عارف اتكلم على حلاوة مين ولا مين ولا مين ولا مين ومين ما بسطنيش امبارح. يعني الجمهور والدخلة، او التيفو بتاع جمهور الاهلي امبارح، و وحلاوة التيفو والرسالة اللي كانت موجودة في التيفو وتوجيهها للعيبة وتوجيهها لكل الناس بصراحة. يعني حاجة في منتهى الجمال والروعة من جمهور النادي الأهلي. فدي حاجة بصراحة من الحاجات من اللافتات الجميلة امبارح، ان جمهور الاهلي عمل تيفو محترم 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 محترم. اما التيفوهات بتاعت سبيستون دي احنا سيبك منها بقى، اوريدي هيا يا ماجد سدد ضربة النمر، ويقعد يعمل لك بوكس وبتاع مش عارف ايه، اهي ردت في صدره قتلته، الله يرحمك يا زلطه. ف لا، انا مبسوط. ابداها منين ولا منين؟ مبسوط من بدايتها كده. خلينا خلينا نيجي من تحت. نبداها من تحت. يعني انا كان فين بس مش عارف، كان عندي سؤال مهم قوي، كان فين التدخل ده من بدري بقى؟ يعني كنت فين يا كابتن سيد؟ كنت فين؟ آه، ده احساسي الشخصي، معرفش ده صح ولا غلط، بس انا شايف ان الراجل لو محدش كان اتدخل في شغله كان برضه هيبدأ نفس البداية بتاعت بيراميدز، ونفس البداية بتاعت سيراميكا، ونفس البداية بتاعت مش عارف ايه، وكان هيبهدل الدنيا امبارح. ف سواء في تدخل سواء مفيش تدخل، احنا بنشكر جدا. لو في تدخل بنشكر جدا اللي اتدخل، ولو مفيش تدخل فخلاص. يعني نتمنى ان ده بقى نمشي بده بقى، نستمر على ده بقى، نستمر. ما بتكلمش في الدوري ده، خلاص ملف الدوري ده بالنسبة لي محسوم مقفول. اي نعم، في سيكة كده ممكن، بس مش اكيد. فانا بالنسبة لي خلاص يعني، حتى لو هقول ممكن ان انا ايه،
ربنا يكرم والعب دوري ابطال، انما مش هقول ان انا ممكن اخد الدوري او كده، فربنا يسهلها. طيب ده بالنسبه للملف المجلس الاداره بالدكه بالكلام ده كله. اما بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، مش عارف ابدا منين ولا منين. على حلاوه وجمال وطعامه الولا درش. ما تستفزوش يا جدعان، ما تستفزوهوش. الواد قال لكم مش انتوا بتقولوا ابن الوز عوام؟ ابن الوز، انا ابن الوز عوام. والواد صادق بصراحه، مش قادر اقول ان الولا مش صادق. الولا صادق، ده صادق وصادق، ده صادق وصادق. شفت امبارح راح جابها منين؟ شفت امبارح حلاوته وجماله. يا درش. انا مبسوط باحمد رمضان بكام. يعني لما انت عندك ده يا احمد، لما انت عندك الكلام ده يا احمد، ولو اني بلعب اجبار، يعني خلينا متفقين ان احمد رمضان بكام وهادي رياض الاتنين بيلعبوا اجبار. عندك محمد هاني كثرة انذارات او واخد 3 انذارات يعني، فموقوف، وياسر الاصابة. فانا كده كده بلعب بالاتنين اجبار، سواء هادي رياض اللي جامد قوي قوي، وما بلومهوش في ضربة الجزاء، لان انا يعني شايفها مش ضربة جزاء نهائي خالص خالص خالص، بس يلا مش مهم، ما فرقتش معانا في حاجة. احمد رمضان بيكهام بيلعب اجباري برضو علشان خاطر وقوف او وقف محمد هاني من قبل اتحاد الكرة عشان عنده 3 انذارات يعني. بس الاتنين، طب لما انا عندي الكواليتي دي، طب لما انا عندي الاداء ده، طب ما هو ده اللي لازم يظهر يا حبيبي يا احمد، يا احمد يا احلى بيكهام في الدنيا. هو ده اللي انا محتاجه منك، هو ده اللي انا محتاجك توصله وتطلعه من عندك. الواد امبارح بيعدي من العيال زي السكينه في الحلاوه كده، اذا كان شيكو شيكو بانزا. هو ده شيكو؟ هو ده جوزك ابو عيالك؟ كان هيموتكم كلكم. فلا يعني انا كده ممكن الى حد ما بنسبة 50% اطمن ان انا عندي ايه، عندي بديل محمد هاني. يعني مش عارف، عندي باك يمين، يعني ربنا يستر. هادي رياض ما عنديش اي تعليق عليك، مبسوط بيك جدا جدا جدا. ياسين مش عارف اخطائك مميتة يا ياسين، بطيء قوي يا ياسين، بطيء جري وفهم، يعني الاي كيو مش شغال، يعني فاهم؟ في حاجتين يعني انت بطيء جدا فيهم، جري وفهم استيعاب. يعني انت بتستوعب متاخر، فبتاخد رياكشن متاخر بس، فعلى اساسه بترتب كل الغلطات اللي انت بتعملها. اما اي حاجه تانية، انا مبسوط يا ياسين، مش عايز اتكلم، مش عايز اقول حاجه عليك، مش عايز اقول حاجه وحشه. جامد يا ياسين جدا 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 جدا، ولا غلطه ولا غلط ولا اي حاجه والله. وهادي رياض واحمد رمضان بكام وكل الناس حلوه، فكل الناس بالنسبه لي حلوه، كلهم حلوين. ولا كوكا؟ كوكا انا لا مش فاهم لك، بس مبسوط بيك. وبعدين انت يا ابني يعني كوكا الوحيد اللي ممكن يديك موسم كارثه، ويجي في ماتش هو مش كوكا بس، هما كل اللعيبه بتيجي في ماتش الزمالك وتحصل حاجه، يعني بتبقى حاجه غريبه. مين بيتكلم معاكوا قبل الماتش؟ يعني لو هنفترض ان خلاص احنا بكره عندنا الزمالك، مين بقى بيجي يتكلم معاك قبل الماتش؟ مين بيقول لك احنا لازم نكسب الماتش ده؟ مين؟ ما هو لو هنعتبر لو احنا شايفين ان احنا الماتش الوحيد اللي بنقطع نفسنا فيه الزمالك، فاعتبروا كل ماتشات الزمالك.
اعتبر كل ماتشات الزمالك، اعتبر انك الماتش الجاي عندك الزمالك والماتش اللي بعده عندك الزمالك. ايه؟ ومن بدايه الدوري كل ماتش هتلعبه، وفي افريقيا كل ماتش هتلعبه. خلاص اعتمد بقى، اي حاجه هتلعبها انت بتلعب الزمالك، طالما هتبقى جامد قوي كده، طالما هتبقى مشطشط قوي كده، طالما هتبقى حراق قوي كده يا اهلي. ايه ده؟ هرجع لنقطه كوكا، عشان كوكا عنده مشكله رهيبه، رهيبه، بعيدا عن اي حاجه. الواد كل لما نيجي نلعب بالزمالك يقول لهم هلعب على مين؟ يقول له هتلعب على اخوان باريزا. اول ما يشوف اخوان باريزا يقول له كل مره بشوفك فيها ببقى نفسي اشيلك في جيبي. ينفع كده؟ وفالح بس وهو طالع من الملعب الواد يقول له يا كابتن كوكا اخوان بزيرة في جيبك. قال له يا ده عيب يا واد الكلام ده. قال له يا ابني عيب الكلام ده يا ابني. فمنين يا عيب؟ يعني لما ده لعيب محترف وبتدفع فيه ارقام وانت تجيبه تقل منه وتكسر نفسه وتصغر منه قدام الناس كلها، قدام الناس اللي كانت في الملعب، قدام اهله، وقدام الناس اللي بتتفرج عليه في الشاشات، ايه يا جدع انت؟ ترضاها لنفسك يا اخي، ترضاها على حد معرفة؟ بالراحة، عيل صغير، بالراحة عليه. مشكلة الولا كوكا ده. اطلع من عند كوكا اروح نص الملعب عند السير مروان عطية، البديع الجميل، عازف، عازف اقسم بالله. الحان مروان عطية، وزع هنا ويوزع هنا ويوزع هنا ويوزع هنا، حاجة في منتهى الجمال والشياكة والأناقة. يعني مش عارف، انت محترم قوي يا مروان، محترم قوي يا مروان، محترم جدا. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ما اصل الدنيا مش كده، الدنيا مش كده، بالراحة. الوحيد بصراحة، وهتكلم بصراحة وبأمانة ربنا، الوحيد اللي في النادي الأهلي أنا شايف إنه ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك عنده استمرارية في الأداء. ليه بقى أنا ما اتعلمش منه كأي لعيب تاني؟ أتعلم إن أنا أبقى زي ده، زي الراجل ده. طبعا جنبه كان الإمو اللي معرفش فيه إيه، معرفش فيه إيه. آخر 5 6 ماتشات بيقعد يقلب وشه عليا، يعمل لي كده، يعمل لي كده، يعمل لي كده، ويجي قدام الزمالك الواد كأنه ايه ده، كأني لسه جايبه امبارح، كأني مفيش مشاكل حصلت ما بيني وما بينه. طب ما انا عايزك كده يا امه على طول. ما هي اصل هي مش دايما، خلينا منطقيين، الدنيا مش دايما، والسيرة اطول من المسيرة والناس كلها عارفة. فتلعب وتلتزم واحبك واطلعك السما، ولا تتنك عليا وانت عارف ومتأكد ان انا مفيش حد بيتنك عليا كجمهور الاهلي، وعارف ومتأكد ان انا كجمهور اقدر ارفعك فوق 7 سما وقادر انا اخسف بيك الارض. فما تخلينا حبايب يا ابن الحلال. ايه اللي حصل امبارح؟ يعني ايه اللي حصل امبارح لما لعبت انت اساسي وكنت بتلعب ومبسوط وبراحتك واخد حريتك وتوزع لعبك الناحيه دي وتوزع لعبك الناحيه دي؟ ايه بقى ايه المشكله في كده؟ ايه المشكله ان انا يا عم راعي ربنا في اكل عيشي؟ حتى مش حاجه، قدم اللي عندك عشان تاخد اللي عند الجمهور، وانت عارف جمهور الاهلي ايه. انا مبسوط عشان كده بقدم لك النصيحه دي، انما غير كده انا ماليش دعوه، براحتك، حياتك، انا ليا بالنادي بس. طهور، طاهر، 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 طاهر. ايه؟
كنت فين؟ ايه الغياب ده كله؟ لما احنا عندنا الحلاوة والجمال والطعامة والشياكة والأناقة دي كلها، شايلينها فين؟ ها؟ شايل فين؟ ما هو ده طاهر اللي انا اعرفه، اللي انا جبته من المقاولين العرب على كده. كان فين يا حبيبي؟ كان فين؟ اخر ماتشين تلاتة، اخر ماتشين تلاتة. ماتش سموحة لما نزلت، الماتش بتاع بيراميدز، مبسوط منك جدا. ما عنديش اي تعقيب عليك في ماتش بيراميدز، انا حسيت ان انت الوحيد اللي كنت بتحفرك. ماتش للنسيان وموسم كامل للنسيان يعني. امبارح ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ يعني ما شاء الله مركز جوه الملعب وبره الملعب. جوه الملعب مديني كوره ومديني اسيست ومديني ومديني ومديني، ومركز بره الملعب في ان انت كنت بتوتر شيكو. كل ما الواد يكلمك تعمل له كده. ايه يا جدع انت؟ الواد يخش معاك التحام بدني يديك كتف يقع هو. الله اكبر، الله اكبر. طب ما انا عايز ده، انا عايز ده على طول. استمر، استمر. شوف ايه اللي كنت بتعمله وخليك يعمله. شوف ايه التمارين اللي بتمرنه وتمرنه. شوف ايه الالتزام اللي بتعمله واعمله. طاهر، مش كلامك في الموضوع ده تاني. انا عايزك كده، انا عايزك كده عشان خاطري. كلام رجاله. موافق، خلاص اتفقنا. كابتن تريزيجيه، انا كنت الفيديو اللي فات قلت اتنين بس في النادي الاهلي بيلعبوا كورة كويسة. كنت قلت تريزيجيه وقلت حسين، بس انا النهارده عيل صغير برجع في كلامي. بقول ان حسين بس عامة يعني. فعلى راسي وعلى دماغي انك كابتن من كباتن النادي الاهلي. مبسوط، مش هعقب تعقيب كبير، بس يعني بس فهمت انت. خلاص يعني، خلاص بقى يعني، فاهمني. وصلت يعني، سهلة وبسيطة ومنطقية بعد العمر ده كله، فالحمد لله يعني، فاهمني. الحمد لله. بالنسبة لي اقول ايه، بس اقول ايه واعيد ايه. عمي وعم منطقتي، ابن المدينة البار، ابن سبيكو البار. آه ايه حطيتهم في دماغك ليه يا اخي؟ حطيتهم في دماغك ليه؟ ترضى حد يحطك في دماغه؟ طب اللي يعرف يحطه في دماغه يحطه يا جدعان. يلا بقى. انا قلت المره اللي فاتت، قلت هما اتنين بيلعبوا كوره، ذكرت منهم واحد نينجا، واللي يعرف يقول عليه ان هو مش نينجا يقول، واللي عنده اثبات يطلعه، واللي عنده دليل قاطع يقدمه. حسين ثم حسين ثم حسين ثم حسين ثم حسين. الراجل ده مهما كان اداؤه ومهما كان مستواه، الراجل ده قادر يخلص ماتش بلعبتين تلاتة. تاني، قادر يخلص ماتش بلعبتين تلاتة. فالراجل ده مهما كان مستواه ما قعدوش دكة نهائي. نهائي يا جدعان، نهائي. متفقين؟ جمهور مصر كله، جمهور مصر كله متفق ان حسين الشحات لا يمكن ولا يجوز وحرام شرعا يقعد دكة، ما يلعبش اساسي. الراجل ده
مش عايز اقولها كده بس مش لاقي لها تفسير تاني. الراجل ده سافل، الراجل ده سافل، الراجل ده قليل الادب كوره، سافل كوره وقليل الادب كوره. في الكوره ما شافش تربيه، تاني في الكوره ما شافش تربيه. بس الراجل ده لعب كوره بجميع انواعها وبجميع اوضاعها، حافي، لابس، قالع، في الشارع، في اسفلت، على رملة، على نجيلة صناعي، على بلاط، فده شاربها، شارب كورة. كان بيلعب في ايسترن كومباني، كانوا كل الناس بتشرب سجاير وهو شارب كورة. فانا مع احترامي لكل اللعيبة ولكل المدربين ولكل مساعدين المدربين وكل الدنيا، الراجل ده لا يجوز وحرام شرعا انه يقعد دكة، ما بين قوسين حسين الشحات. شكرا. ايه الحلاوة دي وايه الجمال ده؟ ولعيب بيحسسك ان الكرة سهلة، الدنيا سهلة اهي اهي، وتحركاته صح، وقطع من وسط الدفاع وتلعب له الثرو صحين مش صح واحد. ان انا جاي له، رايح له، انا رايح له، انا اللي رايح له مش هو اللي جاي، انا رايح له. والفينش، الفينش أنا نمت، مهدي سليمان قال له طب اهو، قال له طب اهو. فانا ايه قعدوا دكه ليه؟ ما لعبش بيه اساسي ليه؟ راجل روح ومهاره وهداف وفينيشر وكل حاجه عايزها في الكوره اللهم بارك بتلاقي عند حسين الشحات. فانا ليه ما العبش بيه؟ ليه اموته؟ حسين ثم حسين ثم حسين، مش يعني ما لهاش عندي مبرر تاني خالص خالص، ما لهاش عندي وصف تاني. هركب دلوقتي واروح، هسافر للمغرب عند اشرف بيه شرقي. اوعى تقول ولا اوعى تقول اشرف شرقي كده، اوعى كده، ما اسموش اشرف شرقي، اشرف بن شرقي، اشرف بيه بن شرقي. ايه الحلاوه دي؟ عندليب، عندليب ده بقى تقول عليه بقى العندليب الاشقر، العندليب ال الاكثر، العندليب الاشطر، العندليب الامهر، العندليب الاحمر. ده عندليب كوره. عبد الحليم حافظ كان عندليب غنى، ده عندليب كوره يا جدعان. راجل ايه الرقي ده وايه الاخلاق دي؟ راجل جايب جونين وعامل اسيست ولا فرق معاه اي حاجه من الكلام ده خالص. انا جبت الجول التاني بجري على الجمهور اقول لهم انا اسف، انا اسف وانا كسبان 3-0 لغريمي الند بتاعي، انا اسف وانا كسبان و3-0 وانا جايب منهم جولين وعامل اسيست، ام فيري سوري. عرفت انا بتكلم عن الرقي ليه؟ ايه الرقي ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اسكت خلاص يا عم. ايه الرقي ده؟ انت سمعتني ولا ايه؟ مش تحكيم ومش تحكيم، الناس تتفرج على الكلام ده ليه؟ سمعني ولا ايه؟ لا اله الا الله. ايه الحلاوه دي يا اشرف؟ اشرف بيه سوري، ايه الحلاوه دي يا اشرف بيه؟ تقول لي بقى مروان بيوزع ومروان موسيقار وامام موسيقار ومش عارف مين مايسترو. ده كل الناس دي بتخدم في الاخر على المطرب، وانت اطربتني، اطربتني. طيب
نتكلم كلمتين جد يا جدعان، بجد والله. والكلام ده موجه بقى لاي حد هيمسك النادي الاهلي، اي حد هيدرب، اي حد فاهم كوره. طيب خلينا منطقيين وخلينا ايه واضحين كده بسلاسه، والدنيا سهله اهي، هنسهل الدنيا خالص. اشرف بن شرقي لا يمكن ان يكون بديلا في مباراه. ليه؟ الراجل ده، سوري يا معلم انا اسف، الراجل ده علشان يديك 100% لازم يلعب من اول الماتش. متسألنيش ليه، هو طبيعته كده، هو طبيعته كده. ارجع للماتشات اللي لعبها من البدايه هتلاقي اللي انا بتكلم فيه صح. ينزل بديل مش هيديك بجنيه كوره الا في اضيق الحدود، زي لما نزل بديل في ماتش بيراميدز، واول ما نزل عمل كوره عدى بيها لعب لتريزيجيه بس قالوا ان الجول اوف سايد. يعني الراجل ده علشان يديك 100% كوره وتطلع متكيف ومبسوط ويطربك ويسمعك ويبص، تبقى طالع بيه الدنيا ورافع ايديك الاتنين كده ومبسوط بيه جدا جدا جدا، لازم يلعب من اول الماتش. ارجع لماتش فاركو كده السنه اللي فاتت اللي كسبناه 6، اللي كان فيه إن امام التوج بهداف الدوري، ما كانوا 4 اجوال سوبر هاتريك لوسام، وجول حسين الشحات وجول امام عاشور. ارجع لي كده الماتش ده، الراجل بادئ من اوله، عامل كوره لاحمد كوكا في العمق، لعبها بالعرض كوكا وسام حط الاول. الجول التاني هو نفسه قطع بالكوره، الكوره اللي مشيت على الخط ولحقها ولعب عرضيه لوسام حطها. هات ماتش كهرباء اسماعيليه، الراجل جايب فاول وجايب جول تاني اعتقد عشان بيلعب من اول ماتش. اتفرج على الراجل امبارح، الراجل ده يا جدعان لازم يلعب من اول ماتش. ليه؟ الراجل ده ما بيدخلش في اجواء الماتش من نصها، ما بيدخلش في اجواء المباراه من نصها. اذا فانا عندي الراجل ده اساسي، لازم العبه من بدايه المباراه. مش كل المباريات تظبط معاه، طبيعي عنده بدني، وارد مره يبقى مجهد، وارد مره يبقى مش عارف ايه، بس الراجل ده يديك 100% كوره لما يلعب من اول الماتش. اعتقد ان احنا عملنا تبديلاتنا في دقايق متاخره قوي شويتين 3، بس ده صح جدا، واللعيبه كلها كانت واقفه على رجليها، فانا تمام، ما عنديش مشكله مع التبديلات، ما عنديش مشكله امبارح مع الجهاز الفني خالص. ما عنديش مشكله مع اي حد خالص، مبسوط فرحان. مش هتكلم على اللعيبه اللي نزلت لان ما اعتقدش ان احنا في حاجه اتعملت خطوره بعد التبديلات دي كلها. ما اعتقدش ان في حاجه كانت مؤثره، سواء بخروج حسين او خروج بن شرقي او اللعيبه اللي خرجت عامه، تريزيجيه، ما اعرفش يعني. كان نزول مروان عثمان، نزول احمد سيد زيزو، نزول اليو ديانج، اعتقد كل ده ما كانش مؤثر، كان مجرد تأمين للمناطق الهجومية بالمناطق الدفاعية. ف كل الناس امبارح جميلة، كل الناس رائعة، كل الناس بتأدي تمام، كل الناس مبسوطين منكم وانتوا مبسوطين من نفسكم واحنا مبسوطين من نفسنا كجمهور الاهلي، مبسوطين من التيفو، مبسوطين من سواء كان تدخل مجلس ادارة او لا. احنا مبسوطين. نتمنى ان الاداء ده يستمر، نتمنى الروح دي، نتمنى العزيمه دي، نتمنى الاراده دي، نتمنى ان كل اللعيبه تلعب برجاله، نتمنى ان كل لعيبه تتقي الله في اكل عيشها وتتقي الله في الناس اللي بتحبها والناس اللي بتروح بتقطع بلاد ومسافات علشان خاطر تساندها. اللي بيجي من اخر الدنيا، في ناس بتيجي من الصعيد وناس بتيجي من اسوان وناس بتيجي من شرقيه ومنوفيه وقاهره وجيزه وكل المحافظات. انت نادي الشعب، انت بتلعب في نادي الشعب اللي بيشجعه شعب مصر، يعني مش عايز اقول 70% 80% من شعب مصر. فلو سمحتوا نستمر، الاستمرارية. قالك النجاح سهل بس الاستمرار في النجاح هو اللي صعب. فانا نتمنى ان احنا نعمل كل الصعب، مش نعمل كل المتاح، نعمل الصعب علشان
نتلاشى كل اللي احنا مرينا بيه. موسم كده 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 للنسيان. مش هيفرق معانا كتير خلاص. الحمد لله. بس محتاجين الوقفة دي علشان خاطر نرجع نقف تاني على رجلينا، ونرجع ننام افريقيا من المغرب زي ما كنا، ونرجع ننام الدوري المصري كله من المغرب زي ما كنا بناخد الدوري بفرق 15 و20 بوينت. تاخد افريقيا دي زي الايه زي العلاج 3 مرات في 3 سنين ورا بعض عادي، خدها كده. فانا اتمنى انتوا جيل عظيم، كلكم ناس لعيبه كوره، كلكم بتعرفوا تلعبوا كوره، كلكم ناس كويسين. اتمنى منكم الاستمراريه في النجاح. رساله تانية، دي خط دفاع النادي الاهلي امبارح. نتمنى من 2 بالذات في خط الدفاع، ودي رساله مهمه جدا ليهم. ويعني ربنا اراد ان هم يشوفوا الفيديو تمام، ربنا ما ارادش تمام، فهي هتفضل متسجله وموجوده. بالنسبه لاحمد رمضان بيكهام، وبالنسبه لاحمد كوكا، احمد نبيل كوكا، بعد اذنكم يا كباتن مصر كل واحد يطلع اللي معاه. اذا كان بيكهام يطلع شيكوبانزا، واذا كان كوكا يطلع كابتن خوان باريزا. بعد اذنكم كل واحد يطلع اللي معاه، علشان ما يعني ما تضطروناش نستخدم القوة ونطلعهم احنا بالعافية. بذمتك الدوري ليه لازمة؟ بذمتك الدوري ليه لازمة وانت متاخد رايح جاي مني؟ ملوش طعم. تقول لي ما انا كسبت بيراميدز اللي كسبك، ماليش دعوة. اتكلم عليا انا. الدوري ليه طعم من غير ما تكسبني مرة على الاقل. مش اكلمك في السوبر ان انا واخدك رقعك 3 مرات ورا بعض. الدوري ليه طعم من غير ما تكسبني، من غير ما تتعادل معايا. مش اي لازمه، ما اعتقدش ان ليه اي لازمه. انا واحد اهلاوي، لو الاهلي خد الدوري من غير ما اكسبك كزمالك، انا بالنسبه لي بيبقى الدوري مش يعني، لو اتعادلت معايا او خسرتني في الدوري ده بحس ان الدوري ده ملوش اي لازمه. ما يعني لو بايدي الموضوع مش هحسبه من ضمن بطولات النادي الاهلي كدوري. متعتي الوحيده ان انا اخد الدوري وانا كسبانك، زي لما بتقع معايا في افريقيا كده، تبقى متعتي ان انا اخد افريقيا وانا كسبانك. بس سوري كابتن عبد الله السعيد، سوري ازعجناك وخليناك خارج متعصب. انا عارف ان ده مش بسببك، ده بسبب كابتن معتمد على الله. احنا اسفين يا شباب، بوظنا عليكم الفرحة بالدوري، نكدنا عليكم سوري يعني، نكدنا على 25% من جمهور الكورة او من الشعب المصري يعني. سوري، مش 25% من جمهور الكورة خالص، 25% من الشعب المصري. نكدنا عليكم واحنا اسفين، بس طبيعي. وبعد كده يا شباب، لما انا كأهلي اخسر من حد في ماتش وانت هتلعبني، ما تحفلش عليا الا بعد ما تلعبني، وبالاخص لو هتلعبني الماتش اللي بعديه على طول، الماتش اللي بعديه على طول. ما تجيش عليا وتحفل عليا الا بعد ما تكسبني. قول لي ده انا كسبتك، وشمشون الجبار اللي قبليه كسبك، ومش عارف مين كسبك، وعلان وفلان وترتان وفريش الملاء، علشان والنبي بالله عليكم نفكنا سوري نفكنا من تيفوهات سبيس تون. فكك من جو ريدي واستدي ويلا وهوبا والبوكس والكلام ده، عشان انت فاشل.
انت فاشل، انت ما بتنجحش غير وانا واقع. فشلي نجاح ليك، فما تزيدش. انا فشلي كنادي اهلي في موسم هو بمثابة نجاح ليك، فما تزيدش. ما تزيدش وتعمل حوار وتعمل جامد وبتاع ومش عارف ايه، عشان انا بمجرد ما بلم اوراقي واظبط دنيتي واستف ورقي وتمام، انت ما بيبقالكش وجود. وكان الله بالسر عليم، تطلع تالت ورابع. اما انا بقع، انت بتتمرع كده، اسمها ايه، بتتمطع، بتاخد حيزك وبتاخد مكانك. لما انا بكون تعبان، بس لما الكبير، كبير القارة وكبير الشارع وكبير الدايرة وكبير كل حاجة بيرجع، بترجع لمكانك الطبيعي. تطلع تالت بقى وتطلع رابع، وتروح تلعب فرق مع مش عارف اسمه ايه، وسيد باشا ومرعي باشا، ويكسبوك في الكونفدرالية. فأجل الزيطة، أجل الزيطة. شكرا للاعيبه النادي الاهلي، شكرا لجمهور النادي الاهلي، شكرا لاي حد فرحنا امبارح. مبسوطين بيكم جدا، نتمنى الاستمراريه. شكرا وسلام عليكم. وسمعني بقى ايه